صباح الخير عليكم ولا نقول مسا الخير. المهم ما عرفتش هذا الفيديو ما عادش كتشوفوه نتوما دابا. المهم انا كنمونطيه في الصباح. كي درتو لاباس عليكم بخير؟ صحيحتكم لاباس؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. والله الا توحشتكم بزاف بزاف البنات وغبرت عليكم وقلت ضروري 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 خصني هكا نصور لكم شي فيديو ونشوفكم. والله القسم الا توحشتكم وتوحشت نصور شي فيديو نهضر معكم بحال هكا في المونتاج. المهم الا كنتو نتوما توحشتوني خليوها لي في التعاليق. كي درتو قولوا لي واش سافرتوا مازال ما سافرتوش، شكون فوج شكون مازال. المهم الناس اللي ما مسافرينش راه كاين تبارك الله عندنا البحور ما شاء الله، يعني بنادم يخرج غير هنا راه غيقضي الغرض، يعني ماشي بالشرط علينا خصنا نسافروا. ما نكذبش عليكم انا داك العام كنت مشيت للشمال وما عجبنيش الحال بتاتا. في شهر 8 لقيت الدنيا عامره 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 بزاف بزاف. والحاجه اللي خايبه بزاف هي انك علاش ما حطيتي يدك الغلا 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 كلشي كيديروا ليه تريبل في الثمن، ما عرفتش علاش. ولكن الله يهديهم، الله يهدي الناس كاملين اللي كيكونوا هكا عندهم الناس كيسافروا عندهم يعني وكيديروا هاد الحاله، زعما الله يهديهم. المهم بعد غياب طويل صراحه غبرت عليكم، عرفتكم كيعجبكم هاد الروتينات هادو اللي كنتشارك معكم. قلت اليوم غادي نتشارك معكم هاد الروتين هذا وعراضه همويه. الاصدقاء ديال الزوج ديالي فهما هكا كيديروا كل مره كيديروا النوبه في واحد. هاد المره هذه جات النوبه في الزوج ديالي وجاتو هكا البايله، يعني تشهاو البايله وبغاو البايله. قلت لي مرحبا على الراس والعين فوجدتها ليهم. وهنا غنشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش وجدتها. الصراحه جات لذيذه 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 بزاف لدرجه انه كيعاود ليا باللي يعني كلاوها والناس عجباتهم وداكشي اللي بقى ليهم يعني هزوه وداوه معاهم لوليداتهم. فهذا دليل على انها الحمد لله جات زوينه. يعني كنفرحوا بزاف بزاف فاش كنطيبوا هكا شي حاجه للضياف ديالنا وكتعجبهم وكديرها بتحميره الوجه فكتكوني فرحانه بزاف. وهذا الشيء علاش قلت نتشاركها معكم ونوريكم الطريقه ديالي كيفاش كندير ليها. بركه عندنا من اللحم 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 فراه كيطلع في الراس. والله العظيم البنات انا شحال هذه ما بقيت طيبته، يعني وليت كنطيب هكا الدجاج الحوت، يعني بدلت شويه، يعني بدلت هذوك العادات ديال شحال هذا كتبقاو على اللحم 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 صافي لا كيطلع في الراس. ايوا صافي هذا ما كان. هنا اول حاجه درتها جمعت الدنيا جمعت الدار. اول مره ما كانوا جايين عندي البنات للدار، يعني باش نكون معكم واضحه فهو انا طيبتها وهو غيديها لعندهم يعني لدارهم هما ماشي عندي انا. فداك الشيء علاش كيجيك الحال يعني ساهل. صافي هنا نضت جمعت داري هي الاولى قديتها كان هنا مازال الحال. ومن بعد غادي ندخل هكا الكوزينه وغنشارك معكم طريقتي في البايله. المهم كنتمنى تبقاو معايا هذا الفيديو هذا حتى الاخر باش هكا تكون الافاده اكثر. وهنايا الحبيبه ديالي غندخل الكوزينه. اول حاجه خديت اللاطه يعني ديال الفران، فما عنديش ديك المقله الكبيره ديال البايله، ان شاء الله ناويه باغا نشريها هكا اللي كتعرفها فين كتباع ولا عندها شي فكره على الثمن البنات هكا تشاركوها معايا الله يعطيكم السر هكا في التعاليق. المهم هنا خديت اللاطه ديال الفران ودرت فيها شويه ديال الزيت البلديه والزيت الاخرى. فكيف ما كنعرفوا البايله كتحتاج خير الله ديال الزيت. وهنا خديت واحد البصيله كبيره بيضه، ما كنبغيش ندير البصله الحمراء كتعجبني البيض هاد البيضه هذه. درتها هي الاولى هكا مع شويه ديال الزيت وضفت ليها شويه ديال الخضر. فاغلب الناس ما كيديرش يعني الخضره في البايله، انا كتعجبني وكيجيوني داك التلوينه ديالتها كتعجبني بزاف. صافي هنا درت قريعه وحده كبيره ودرت خيزو ودرت هنا الثومه محكوكه شويه ديال صوص صوجا وورقه سيدنا موسى. وغادي نحرك هاد المقادير هادو. من بعد غنبدا نزيد في التوابل ديالي اللي هي توابل عاديه البنات، الخرقوم سكينجبير الابزار والتحميره، يعني هادو مقادير اللي هما عاديه، والملح بطبيعه الحال باش ما نساوهاش. صافي هنا ضفت التوابل. نتوما كتروا شويه الحار، انا ما كنبغيش نكترو. فكاين اللي كياكلوا كاين اللي ما كياكلوش، فهكا ما كنبغيش نكترو باش كل شيء ياكل مزيان. هنا درت الربيع والمعدنوس. صافي غنحرك هاد التوابل ديالي وغنبدا نمرق. ولكن قبل ما نمرق البنات غادي نوريكم الحوت اللي غادي ندير. فانا هنا درت الفرخ، درت هنا الكروفيت والكرامه
والسيبيا، يعني هذا الكراميل كيف ما كتشوفوا. وهنا الكروفيت والسيبيا درت منها غير واحد شويه، يعني كان هكا قزتو صافي. ودرت تبارك الله خير الله ديال الفرخ. كاين اللي كيضيف ليها قطع ديال الصدر ديال الدجاج، كتجي لذيذه بهم وما كيبانش نهائيا باللي راه دجاج. انا كان عندي الحوت متوفر تبارك الله كيف ما كتشوفوا، فما كاينلاش نزيد معاها الدجاج. صافي هنا غنضيف الانواع ديال الحوت ديالي كامله، وغادي نخلي واحد الحفينه صغيره هكا ديال الكروفيت باش نزيدها في الاخر، باش تبان هكا عاطيه واحد الشوفه زوينه في الطبق ديالي، يعني منين نبغي نحطو للناس يبان ديك الشوفه زوينه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نزيد الحوت، ومن بعد غادي نمرق بالمرقه اللي وريتها لكم في الاول، اللي هي الماء ديال الكروفيت. يعني كناخذ القشور ديال الكروفيت وكنديرهم في واحد الكميله، وكنزيد عليهم الماء مع ورقه سيدنا موسى، شويه الملحه، طرونج ديال الحامض، كيجيو لذيذ 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 بزاف داك الماء داك المرق، وهو اللي كنرويو به. فممكن ديري حتى الكركاس ديال الحوت، حتى هو كيعطي واحد اللذه زوينه. وصافي هادشي اللي كندير هنا. انا كنت من قبل مفزقه الروز، يعني الروز بسمتي البنات، فهو زوين بزاف ولكن صعيب في طريقه الطياب ديالو. فاللي ما كيعرفش ليه بصراحه كيتعجن، يعني اللي ما كتعرفش ليه من الافضل تستعمل غير الروز كلاصي حسن ليها من هذا. انا ما كنطيبوش بزاف باش نكون معكم، يعني انا واضحه ما كنطيبوش بزاف. وهنا كنت شديته رقدته هكا في الماء من قبل وصافي، وغنكمل الطياب. هو ملي كترقديه ما كيبغيش يطيب بزاف، يعني خليو شويه الحوت يدخلوا شويه الطياب عاد رميو عليه الروز، يعني ما كيبغيش يطيب بزاف البنات. صافي هنا خديت هكا صلصه الطماطم، يعني مطيشه الحك، درت تبارك الله راه شفتوا معايا معلقه كبيره حتى 2 معالق كبار ديال مطيشه الحك، وزدت عليها المرق. وهنا ضفت الروز ديالي، شوفوا لي راه مغسول وباقي مفروز حبه. وضروري ضروري نضيفوا الرز في هذه المرحله هذه باش هكا يتشرب هذيك القامه وما يجيكمش يعني ما فيه لا بنه لا مذاق. صافي هنا ضفت الرز ديالي وغادي نبدا نمرق بالمرق اللي قلت لكم. كنضيفوا القياس اللي بغينا، ما نكثروش الماء بزاف بزاف حيت ديجا الرز انا رقدته، يعني ما خصهاش الماء كثير، فقط الرز الماء يعني اللي غيطيب لي الرز وغيطيب لي الحوت. صافي غنبقى غادا بنفس الطريقه حتى نكمل التمريقه، يعني المرق كلشي وغنرجع معاكم. وهنا من بعد ما مرقت كنضيف كميه عاوتاني ديال الربيع، وضفت جلبانه ديال الحك ما كانتش عندي الاخرى، فضفت هذه شويه حتى بدا كيدخل هادشي الطياب عاد ضفتها. وهنا غادي نشارك معكم الطريقه ديالي يعني في بوزروك. صراحه انا بوزروك عمرني ما طيبته بحال هكا البنات، اول مره صراحه فيه الخدمه وفيه العذاب، ما ننصحكمش به. هو زوين كيعطي شكل راقي للبايله، ولكن فيه العذاب بزاف بزاف البنات، ما نكذبش عليكم سخسخني. خديته حكيته كل حبه كتحكوها هكا بالجيكس باش كترجع نقيه من برا، حيت كيكون فيها الزفت كيكون فيها الوساخ. حكيتها مزيان 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 من برا، وعاد كتغسلوه من الداخل، وضروري تغسلوه مزيان وتحافظوا عليه باش هكا ما يحيدش لكم البزروقه من الوسط ديال الحك ديالها، يعني داك البواطه ولا ما عرفت شنو كيسميوها، القشور ديالها ولا الغشا. صافي هنا بديت نستف هكا الكروفيت. هذا كنت شريته من مرجان ثمن زوين صراحه، كنت خديت شحال من حبه عطاو لي ما عرفتش 20 درهم. وصافي استفت هذا من الفوق. وهنا غادي نغطيها بالورق الفرن، وغادي ندخلها تكمل الطياب ديالها في الفران. هنا تقريبا راه كانت طابت، غيبان لكم باقي فيها الماء. هذاك الماء كله كينشف في الفران، يعني راكم عارفين الروز كيشرب الماء بزاف بزاف بزاف. صافي طيبتها هنايا واحد شويه وغطيتها بورق الفرن ودخلتها للفران كيف ما قلت لكم، باش هكا تشرب شويه في الفران وتجيهم ناشفه وزوينه، ما تجيش ناشفه بزاف وما تجيش مرقه. ايوا هذا مكان وخليكم معايا. هنا راني غنغطيها وغادي ندخلها عشان تموتوا عليا بالضحك. المره الاولى فاش بغيت نغطيها راني حيدت داك المقطع، كانت لاطه فوق الفران، حتى انا تلفت والله. المهم كانت لاطه فوق من البوطه، وهزيت داك البابي بغيت نغطي ويتشعل لي العافيه شريت العافيه في داك الورق ديال الفرن عاد باش حيدت داك المقطع وعاودت من الاول. المهم داكشي داك الكواليس زعما ديال التصوير اش نقول لكم، راه لا اله الا الله. انا هنا جاتني الريحه ديالته مجاده. هاد الكروفيت شديتو البنات سلقته، ماشي سلقته، طيبته شويه مع الثومه هنا ورقه سيدنا موسى والقشور ديال الحامض باش جا مبنن. وصافي هنا راني زيت، راني كنت حطيتها في الطبسيل غيديها، وعاد تفكرت قلت لي عافاك خليني حتى نصورها للبنات. ويلي ضربت التماره وفي الاخر ما تشوفوش الراي الشكل الاخير شوفوا لي تبارك الله تبارك الله، جات كتحمق لا الشكل ولا المذاق.
وكيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو راه جهه الجديده البنات بزاف 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 غتقولوا لي انا باش عرفتها الجديده. فاولا خديت منها ملي كانت كطيب، خديت منها ودرتها في واحد اللاطه اخرى وكملت ليها الطياب في جهه اخرى. يعني صوبت لينا حنا وحيده صغيره والضيافي صوبت لهم هذه الكبيره هذه. ايوا صافي هذا ما كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى من قلبي ينال اعجابكم وشكرا لكم على المتابعه. واللي اول مره كيف ما كنقول دائما كتشوف القناه ديالي كنتمنى من قلبي انها تشترك معايا في القناه وتفعل زر الجرس هكا باش نكبروا العائله ديالنا. وكنقول لكم شكرا لكم البنات، الله لا يخطيكم عليا والله يجعلها لكم في ميزان حسناتكم. بسلامه، نتلاقاو في فيديو جديد.